كابتن سيد راضي عن ريبيرو، حاسس بالتكوين بتاعه، تكوين الفرقه بتاعت النادي الاهلي على الصعيد الفني؟ شايف ازاي راي الجمهور انه انتقد قوي قوي في الماتش الاولاني وكان في حاله من السخط الماتش الثاني لما الاهلي كسب بفارق بدات الامور ترتاح شويه؟ انا عايز اسمعك في الحته دي تحديدا. لا بص، هو ما نقدرش نحكم، احنا اتفقنا كلنا ان البدايه اصلا في كل الفرق مش احسن حاجه. ماشي. تمام، باستثناء المصري شويه، والمصري لعب الاتحاد وبيراميدز. تمام، وفي النص كان عمل مكسب بس مش فاكر مين الماتش الثاني. اقول لك نتائج الماتشات كلها دلوقتي. هو كسب الاتحاد 3-1 وكسب الماتش الثاني وبعدين اتعادل مع بيراميدز باستثناء كده، لكن ندي التجربه كامله حتى بما فيها الزمالك بقى عنده ريتم مختلف عن السنين اللي فاتت. بقى عنده شراسه. تمام، اسمه الفينا، اخوان الفينا. عنده قدرات كويسه قوي، عنده قدرات كويسه جدا، لكن هل لعيب تقيل ولا لا؟ مستنيين الايام تحكم لنا برضه. لعيب تقيل، يعني لعيب تقيل يعرف يقف على الكوره، لعيب تقيل يعرف يهدي الريتم يعليه، لكن قدرات اكيد هايله، واحد على واحد فظيع. تمام، اللعيب التقيل اللي انا اقصده هنا هيما، اقصد اللعيب اللي بيبقى دايما عنده الشخصيه. يعني الزمالك على مدار مثلا سنين طويله جدا، انت عارف اخر رومورتادا عملها الزمالك مع الاهلي من 37 سنه. والله اخر رومورتادا عملها الزمالك مع الاهلي كانت بتاعت احمد الشاذلي ونبيل محمود، بتتكلم في 38 سنه.